الشاعر السوداني اللي فقد عقله وقال قصيدة صنفت هذه القصيدة بأبلغ بيت غزلي في العصر الحديث. وش قصة هذه القصيدة وليه قالها؟ فهذه قصتنا لليوم. فش السالفة إلي؟ قبل أن نبدأ لا تنسى لايك متابعة وبسم الله. الشخص اللي بنتكلم عنه في قصتنا لليوم هو إدريس جماع، الشاعر السوداني اللي في يوم من الأيام أو في فترة من الفترات صار يقول قصايد عن الحزن والكآبة. صار يدخل في مود عراقي حزين كذا، قام يونن لهم مرة يجي مقزلينها عليه على ما يقولون. فهو معروف انه في القصايد. ففي يوم من الايام قرروا اهله انه يودونها لندن يعالجونه يشوفون فيه شيء ولا لا. الرجال عقله ناقص على ما يقولون. في يوم وصل للمطار ولا يناظر زوج وزوجة مع بعض. في يوم نظرهم وطار النظر. الزوجة غار على مرته، قال ايش عندك انت تشوف في مرتي؟ يعني وما قاله بس بالنظرات كذا، يعني على حسب خبراتي المعنوية. فاول ما شاف يعني ادريس جماع كذا قزرها الى متى انت تشوف المرة خلاص. فقال قصيدة ادريس جماع، والقصيدة هذه تداولوها الناس. فقال في مطلع قصيدته: على الجمال تغار منا فماذا علينا إذ نظرنا، هي نظرة تنسي الوقار. وقصيدة طويلة. يعني أول ما سمعها شخص بحط لكم اسمه الحين انصدم، قال ترى هذه القصيدة ما يقولها إلا شخص في شيء أو في خلل. قالوا صحيح وفعلا هذا إدريس جماع، وهو الحين في المصحة النفسية أو في المصحة العقلية في لندن. وفي يوم وصل لندن هو كرجال يحب يعني قلبه هواوي على ما يقولون. فأول ما جاء يعني قعد وراي النيرس حقه أو حقته أو مدري إيش الممرضة على اللي حنا نفهمه. في يوم يعني جاءت كذا تسوي له أدوية يعني تعالجه. قال إدريس جماع أو ما قال، قاعد يشوفها كذا، تروح تجي ويشوفها، تروح تجي ويشوفها. المهم يعني طول الرجال والمرة يعني استحت وخافت إلى متى ذا يشوفني كذا يناظرني كان عدو ولا شخص ولا أنت بعيد أنا مسوي شيء وأنا صغير ولا أنت شايفني ولا أنت قاين. ما خافت. فعلمت مديرها أو الليدر حقهم، فقال اسمي تجين بكرة وأنت لابسين نظارة. وقالت يا أخي خلاص الرجال قال. المهم يعني راح وجاء اليوم الثاني وجات النيرس صوب خوينا إدريس جماع الله يرحمه. أول ما دخلت النيرس عليه وهي لابسة نظارة شافها إدريس جماع وكذا يشوفها وهي تسويه ويشوف عيونها ما لابسة نظارة لها. قال قصيدة طويلة ولكن بنقول منها بيت أو ما هي طويلة بعد. فقال في مطلع قصيدته اللي صنفت بأبلغ قصيدة غزلية في العصر الحديث، يقول في مطلع قصيدته: السيف في الغمد لا تخشى مضاربه وسيف عينيك في الحالين بتار. في أول يعني ما سمعت النيرس هذا الكلام استغربت. وفي يوم ترجم لها بكت إلين عجزت عن البكاء. وصنف هذا البيت بأبلغ بيت غزلي في العصر الحديث. الله عليك قديش جماع تفوقت انت على مدربك الكومندر ابو جميع. فبس الختام سبحانك الله بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ومع السلامه.